بيبدأ الجزء الثالث في الفضاء الخارجي مع نيل خالق السيمبيوتات زي فينوم وغيره، لكن بيبقى مسجون في الفضاء الخارجي، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تحرره هي المخطوطة، والمخطوطة دي بتكون مع فينوم على كوكب الأرض. فبيبعت نيل جيش من السيمبيوتات عشان يطاردوا فينوم على كوكب الأرض ويستردوا المخطوطة منه ويحرروا نيل، وطبعا لو نيل اتحرر هيقضي على البشرية كلها هو وجيشه. في الوقت ده بنشوف فينوم في بار في المكسيك مع ايدي، وبيستخدم فينوم مهاراته الخاصة وهو بيعمل كاس لايدي، وبيستغرب العامل اللي في البار منهم ومش بيكون فاهم حاجة. بعدها فينوم بيتكلم مع ايدي وبيعرفه ان نفسه يسافر نيويورك عشان يشوف تمثال الحرية. في اللحظة دي الشرطة بتعلن على التلفزيون ان فينوم مطلوب القبض عليه لانه متهم في قتل المحقق باتريك، فبيقرر فينوم يهرب لنيويورك. ولما بيجي خارج بيسيب الفلوس لعامل البار ومش بياخد باله ان السيمبيوت بتاعه لزق في الفلوس. وبعد ما بيخرج بره بيسمع صوت كلاب بتستنجد بيه، فبيفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لمكان، وبمجرد ما بيدخل العصابة اللي حابسة الكلاب بتظهر من وراه وبينصحوه يمشي احسن. وفجأة فينوم بيظهر لهم على طبيعته وبيفتح اقفاص الكلاب كلها، فبتخرج تهجم عليهم. اما فينوم فبيخلص على الباقيين كلهم. بعدها ايدي بيخرج من المكان ده عشان يكمل طريقه، لكن بيسمع صوت غريب وبيعرف ان واحد من السيمبيوتات اللي نال بعتهم بيكون جاي عشان ياخد المخطوطة من فينوم. لكن لما شخصية ايدي هي اللي بتظهر له مش بيقدر يميز شكله وبيرجع تاني مكان ما جه. في الوقت ده بنشوف الجنرال ريكس المسؤول عن القبض على ايدي، وبيقدر يحدد المنطقة اللي هو فيها وبيجيب القوات ويجي على الحانة اللي ايدي لسه خارج منها. ولما بيوصل بيحتفظ بالفلوس اللي عليها السيمبيوت وبيحقق مع عامل البار. في نفس الوقت بنشوف بنت اسمها باني وهي نايمة وبتحلم باليوم اللي اخوها مات فيه، لما كانوا عمالين يجروا هما الاتنين بسرعة عشان يلحقوا يروحوا، لكن اخوها تعب منها ومات في الطريق. بعدها بتصحى من النوم وبتروح على القاعدة العسكرية اللي الجنرال ريكس موجود فيها، وبنعرف انها دكتورة وشغالة على ابحاث تخص الجينوم البشري. ولما بتوصل القاعدة العسكرية بتنزل المخبأ السري ورا الجنرال، وبيعرفها انهم دمجوا سيمبيوت مع جثة باتريك، والعملية نجحت والسيمبيوت لسه عايش جوه جسم باتريك. فبتتكلم بني مع السيمبيوت وبتسأله هو ايه اللي جابه الارض، فبيعرفها انه جاي ياخد الارض عشان يعيش في امان بعيد عن نيل، لانه محبوس دلوقتي لكن هيتحرر قريب جدا. وبيعرفهم انه قادر يتحكم في كل الكواكب. في الوقت ده فينوم بيكون ماسك ايدي ومتعلقين فوق الطياره لانهم ما عرفوش يحجزوا تذكره، وايدي بيكون متضايق جدا لانه معلقه معاه. في اللحظه دي الكائن اللي بيتتبع فينوم بيقدر يحدد مكانه عن طريق المخطوطه اللي جوه فينوم، لانها بتنور لما بيخرج من ايدي، وبيهجم عليهم وهم فوق الطياره وبيكون عاوز يخلص على فينوم، لكن فينوم بيقدر يهرب منه. بعدها الكائن ده بيخبط في المحرك بتاع الطياره وبيموت. في الوقت ده بيكون عيله راكبه العربيه وماشيين في الجبل عشان يروحوا للمنطقه اللي فيها القاعده العسكريه بتاعه الجيش عشان يعرفوا اكتر عن الكائنات الفضائيه. وفجاه اجزاء الكائن اللي مات ده بتقع عليهم وهم ماشيين، لكنه بيجمع الاجزاء دي من تاني وبيفضل عايش. في نفس الوقت فينوم بيستخدم اطرافه عشان يعمل بيها باراشوت وبينقذ ايدي قبل ما يموت. وبيتكلم فينوم مع ايدي وبيعرفوا ان الكائنات دي بتقدر تحدد مكانه عن طريق المخطوطه، والمخطوطه دي بتظهر لما السيمبيوت بينقذ المضيف وهو انقذه مرتين، الاولى ساعه الكلاب والتانيه دلوقتي. والمخطوطه دي مش هتتدمر غير لما السيمبيوت اللي هو فينوم او المضيف اللي هو ايدي يموت. بعدها هما الاتنين بيشوفوا حصان في الصحراء لوحده، فبيركبوه وبيطيروا بيه بسرعه لحد ما بيوصلوا للمنطقه اللي فيها القاعده العسكريه، ومش بيكونوا عارفين انها تبع الجيش. في الوقت ده الجنود بيبلغوا الجنرال ريكس انهم لقوا سيمبيوت جديد في المنطقه، فبيروح معاهم بسرعه وبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. فبيتفصل فينوم عند ايدي والجنود بيفضلوا يضربوا نار عليه عشان يخلصوا منه، لكن فينوم بيقدر يدخل جوه سمكه عشان يعوم في الميه، وبعدها بينتقل لضفدعه ومنها بيخرج بره الميه خالص. في الوقت ده في واحده من الجنود بتطارد ايدي وبتكون عاوزه تخلص عليه، لكن ايدي بينهي حياتها وبيتضايق كده من نفسه لما بيعرف انها بنت. في نفس الوقت السيمبيوت اللي بيطارد فينوم بيوصل للمنطقه وبيهاجم الجنود، فبيرجع ايدي لطبيعته وبيدخل جوه ايدي من تاني عشان السيمبيوت ما يشوفوش. اما ريكس فبيكون مصدوم من اللي بيحصل لانه خسر جنوده كلهم في المعركه دي، وبيتصل على الدكتوره باني وبيعرفها اللي حصل، فبتطلب منه يجيب عينه من السيمبيوت ده باي طريقه، لكن ريكس حالته بتكون صعبه جدا وبيعمل مشكله كبيره معاها. ولما بيرجع للقاعده العسكريه بيقفوا يتكلموا مع السيمبيوت اللي باتريك مستضيفه، وبيطلبوا منه تفسير واضح للي بيحصل لهم، فبيعرفهم ان السيمبيوتات دي هتفضل مكمله في اللي بتعمله وعددهم هيكون ازيد من كده.
كده، وده عشان ياخدوا المخطوطة من فينوم. وبيفهمهم ان لو المخطوطة دي اتاخدت السيمبيوتات هتسيطر على كوكب الارض، وبيقول لهم ان الحل الوحيد هو انهم يخلصوا على فينوم او ايدي عشان المخطوطة دي تختفي. فبيعجب ريكس بكلامه وبيقرر انه يخلص على ايدي. في نفس الوقت ايدي وفينوم بيكونوا ماشيين في الصحراء وبيشوفوا العيلة اللي كانت راكبة العربية من شوية وهم مخيمين هناك، وبيعرفوا انهم جايين هنا مخصوص عشان يشوفوا السيمبيوتات او الكائنات الفضائية لان ده حلم حياتهم. وبيكونوا ناس طيبين جدا وبيخلي ايدي يقعد ياكل معاهم. ولما الاب بيعرف انه مش معاه فلوس بيعرض عليه يجي معاه في العربية لحد مدينة لاس فيجاس، فبيوافق. وفي الطريق الولد الصغير بيفضل يسأل ايدي عن معلومات عن الكائنات الفضائية، فبيقول له ايدي ان كل ده كذب وانها مش موجودة من الاساس. وبالليل بيوصلوا لاس فيجاس وبيدي الاب لايدي $20 عشان يقدر يمشي حاله بيهم النهارده، وبعدها بيسيبه ويمشي. اما ايدي فبيقرر يبات في فندق النهارده، لكن لما بيقرب من الباب الحارس بيطرده لان لبسه مبهدل. فبيظهر فينوم وبيضربه وبيجي يدخل، لكن بيظهر له حارس تاني فبيضرب ده كمان وبيلبس البدله بتاعته وبيدخل بيها الفندق. وهناك بيلعب $20 اللي معاه على امل انه يكسب لكنه بيخسر. وبعدها ايدي بيشوف ديشن جارته فبيروح لها وبتطلب منه يطلع معاها الجناح بتاعها هو وفينوم، فبيوافق. وبمجرد ما بيطلعوا فينوم بينفصل عن ايدي عشان يرقص مع ديشن. وطبعا السيمبيوت اللي بيطارد فينوم بيحدد مكانه وبيجي على الفندق، لكن لما فينوم بيشوفه بيدخل جوه ايدي من تاني. في اللحظه دي جنود ريكس بيوصلوا وبيطلقوا موجات صوتيه على ايدي، فبينفصل فينوم عنه وبياخدوهم هما الاتنين في طياره عشان يوصلوا ليهم القاعده العسكريه اللي في المنطقه 52. واثناء ما هما ماشيين في الطريق السيمبيوت اللي بيطارد فينوم بيحدد مكانه لانه انفصل عن ايدي، والمخطوطه ظهرت فبيروح وراهم على القاعده العسكريه. ولما بيوصلوا هناك بياخدوا فينوم بعيد عن ايدي، وبنشوف ايمي وهو فاقد الوعي ومحبوس في زنزانه جوه القاعده العسكريه زي باقي السيمبيوتات. ولما بيفوق بيتفاجئ ان الزنزانه بتاعته قصاد زنزانه باتريك، ومش بيكون فاهم ازاي هو لسه عايش لانه كان فاكر انه اتقتل بسبب الكلام اللي الشرطه قالته، والمفروض انه متهم في قتله والشرطه بتطارده في كل مكان عشان الجريمه دي. بعدها سيمبيوت باتريك بيظهر وبينصح ايدي في انه يهرب هو وفينوم من هنا، ولو مش هيقدروا يعملوا كده هو وباقي السيمبيوتات اللي في القاعده العسكريه ممكن يساعدوهم. وبيقول كده لانه خايف لحسن السيمبيوت العملاق يخلص على فينوم وايدي، وساعتها المخطوطه هتختفي ومستقبلهم مش هيبقى له وجود. في اللحظه دي الدكتوره باني بتيجي تتكلم مع ايدي وبتعرفه ان فينوم بخير وانه ما يقلقش عليه، لكن ريكس بيجي يعرفها ان هو اللي هيقود المشروع من هنا ورايح، فبيطلع سلاحه وبيضرب نار على ايدي عشان يخلص منه. وفجأة فينوم بيظهر وبيدخل جوه جسم الدكتورة سادي مساعدة باني وبيهجم على ريكس قبل ما يخلص على ايدي وبينقذ حياته. في الوقت ده السيمبيوت العملاق اللي بيطارد فينوم بيظهر وبيشتبك مع كل الجنود اللي في القاعدة، وبعدها سيمبيوت باتريك بيحرر نفسه وبيساهم في المعركة هو وباقي السيمبيوتات بعد ما بيدخلوا جوه اجسام الجنود والباحثين اللي في المكان عشان يساعدوا ايدي وفينوم، وبيكون هدفه الوحيد هو انه يوصل لايدي وفينوم وياخد منهم المخطوطة. اما فينوم فبيخفي نفسه جوه ايدي عشان محدش يشوفه، والسيمبيوت العملاق ما يقدرش يميزه من بين الموجودين. ولما مجموعة من السيمبيوتات اللي في القاعدة العسكرية بتقرب منه بياكلهم كلهم. في نفس الوقت عيلة مارتن بتوصل للمنطقة 51 اللي موجود فيها القاعدة العسكرية، وبيطلعوا يقفوا فوق برج قريب من القاعدة العسكرية على امل انهم يشوفوا الكائنات الفضائية. لكن مارتن ابوهم بيفقد الامل في انهم يشوفوا حاجة، وفجأة بيشوفوا المكان كله بيتدمر قدام عينيهم، وبيلاقوا ايدي عمال يجري فبينادوا عليه علشان يجي يتحمى فيهم، ومش بيكونوا عارفين انه جوه سيمبيوت. وبيلاحظ ايدي ان ابن مارتن خايف جدا من السيمبيوتات، فبيظهر فينوم وبيتكلم معاه وبيفهموا ان السيمبيوتات مش كلهم اشرار. في الوقت ده ريمسي بيمسك السلاح بتاعه وبيضرب صاروخ على السيمبيوت العملاق علشان يموته، لكن الصاروخ ده مش بيأثر فيه، وبنشوفه هو جاي يهجم على ريكس عشان ينتقم منه. وفجأة البرج اللي عيلة مارتن واقفة عليه بيكون على وشك انه يقع بيهم، فبيجري ايدي وراهم بسرعة وبيحاول يسيطر على نفسه علشان فينوم ما يظهرش عليه والسيمبيوت العملاق يعرف مكانه ويهاجمه. في الوقت ده السيمبيوت بيتواصل مع نال في الفضاء وبيطلب منه يبعت له دعم، وفعلا في سيمبيوتات كتير بتنزل الارض. فبيركب ايدي الموتوسيكل بتاعه وبيعرف ريكس انه هيستدرج السيمبيوت وراه لحد ما يوصلوا لمكان سهل يخلصوا عليه فيه. وفعلا خطته بتنجح وبيوصل السيمبيوت المكان اللي الجنود بيفجروا السيمبيوت فيه، وبيكونوا فاكرين انه خلاص مات لكنه
بيكون لسه عايش وبيصحى يخلص عليهم كلهم. ولما ريكس بيشوف اللي بيحصل بيجري على هناك بسرعة عشان ينقذ الجنود، لكن السيمبيوت بيدخل سنه في بطنه وبيكون خلاص هيموته، وساعتها سيمبيوت باتريك بيتحرك وبيساعد فينوم وهما الاتنين بينقذوا ريكس وبيقطعوا رقبة السيمبيوت ده وبيفتكروا انه خلاص مات. وفجأة عدد كبير جدا من السيمبيوتات بيهجم عليهم، وواحد فيهم بيكون على وشك انه يقتل ايدي، لكن مارتن بيضرب عليه نار وبينقذ ايدي على اخر لحظة. بعدها سيمبيوت باتريك بيتحرك ناحية السيمبيوت العملاق علشان يضربه، لكن بيتفاجئ ان السيمبيوت العملاق بيصدر طاقة اشعاعية بتبعده عنه لا اراديا، ومارتن بيخاف على عيلته جدا وبياخدهم في العربية عشان يبعدوا عن المنطقة. اما ايدي فبيكون لسه مرمي في الارض وتعبان كده، ولما فينوم بيشوفه بيجري عليه وبياخده جوه الطيارة اللي انفجرت وبيشكره على الفترة اللي قضاها معاه، وانه خلاص دلوقتي لازم حد منهم يموت عشان ينقذوا كوكب الارض. وده لانهم لو فضلوا مرتبطين ببعض نال مش هيبطل يبعت سيمبيوتات من الفضاء الخارجي تهاجمهم، وهيكونوا هم السبب في تدمير كوكب الارض، وطبعا هم الاتنين مش بيرضوا بحاجة زي كده. وبيقرب فينوم بسرعة من باقي السيمبيوتات وبتدور بينهم معركة شرسة جدا، وبنلاحظ ان فينوم عاوز ياخدهم ناحية المواد الاشعاعية عشان ينصهروا تحتها ويختفوا للابد. ولما ريكس بيلاقيه عمال يقرب من المواد دي بيفهم هو هيعمل ايه وبيفتح المجرى عشان المواد تنزل عليهم. وقبل ما فينوم ينهي حياته بيبص على ايدي لاخر مرة عشان يودعه، وبيكون زعلان جدا انه هيبعد عنه. وبعدها ريكس بيطلع ولاعة من جيبه وبيرميها على المواد الاشعاعية اللي نزلت على السيمبيوتات، والمكان كله بينفجر بسبب المواد دي. والدكتورة باني والمساعدة بتاعتها بيدخلوا جوه نواة السيمبيوت اللي كانت معاهم، وده عشان يلحقوا يهربوا قبل ما الانفجار يوصل لهم. وبعد فترة كبيرة بنشوف ايدي وهو بيفوق في المستشفى، ولما بيصحى بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل معاه، وبيتفاجئ لما بيشوف قائد عسكري قاعد قصاده وبيعرفه انه نجا من الموت بأعجوبة وان فينوم خلاص مات، وبيشكره لانه السبب في انقاذ كوكب الارض من السيمبيوتات دي. وقبل ما يمشي بيحذره من الكلام في الموضوع ده مع اي حد. ولما ايدي بيفوق بيخرج من المستشفى وبيفضل ماشي في الشوارع لحد ما بيوصل لتمثال الحرية وبيقف قدامه، وبيفتكر كلام فينوم عنه لما كانوا في المكسيك مع بعض، وانه امنية حياته كانت زيارة نيويورك ويقف قدام تمثال الحرية. وبيظهر ان ايدي مفتقده جدا وحاسس بالذنب من ناحيته. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتسيب لنا رايك في الكومنتات وتعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.